سلام البنات عسلامة، صباح الخير ولا مساء النور، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا كيف الورق تاع الشجر راهم قاع يتيك باغتو وين تروحوا تلقاو الورق تاع الشجر. مع هذا البرد والشتاء والريح، هذه هي احوال الغربة، هذه هي احوال المانيا. كل عام هكايا كي يبدا اكتوبر يبدا البرد والريح والشتاء، وعلى بالكم مام الصيف ما يعني يجي الصيف سخون. مي بصح البرد تاع الشتاء وحده في الاوروب. ربي يعيننا ان شاء الله ويعين كل واحد مقيم بالغربه بديار الغربه. الله غالب. واحد لازم صباح ينوض يتوكل على ربي سبحانه ويبدا اليوم تاعو، يروح العمل تاعو. هذه هي لازم يكون فيها شويه نشاط كما يقولوا، واحد يحمس واحد باش نبداو هذاك النهار ونكملوه. هذه هي الغربه والفنا. حبيت في هاد الفيديو نقسم معكم تجربة تاعي صغيرة اللي مريت بها هنايا كي عملت هنايا ستاج في ألمانيا. وش هي سلبيات كما يقولوا تاع ستاج هذا كي تجوزيه، وش هي ايجابيات تاع ستاج هذا، وسورتو يعني للوحدة اللي تكون متزوجة وعندها أطفال. الحاجة الأولى لازم نعرفكم أنا بروحي، أنايا امرأة جزائرية مقيمة بديار الغربة. عندي تقريبا 18 سنة دوكاتيك، وأنا في ديار الغربة متزوجة وعندي بنتين وولد ربي يحفظهم إن شاء الله. هذه هي. وكيفاش بدأت بداية، يعني كيفاش حبيت حتى باش ندير ستاج هنا في ألمانيا. صراحة أنايا يعني مع الأول ما كانش عندي فكرة قاع تاع ندير ستاج ولا هذه ولا نخدم ولا يعني أي حاجة من الأمور هذه. بصح مع الوقت يعني شفت باللي لازم ندير حاجة لعمري أنا، باسكو علاش الدراري يبداو يكبروا ويروحوا يقراو ويكون عندك وقت يعني في الدار كافي اللي باش ديري حاجة لعمرك اللي كنتيا. هاك ولا هاك ولادك يعني حيكبروا وهما تاني حيخدموا ويكونوا دار، وانتي في الغربة ما عندكش حتى الأم اللي تروحي لعندها تقعدي معاها ولا الأخت اللي تقعدي معاها، يعني حتى الأصدقاء يعني كل واحد العين يعينه كما يقولوا، كل واحد حتى صحاباتنا وكاع كل وحدة تانية راهي بدارها وراهي بولادها وعندها خدمتها وما تقدرش تتلاقى بك يعني كما نقولوا حنا يوميا ولا خطا في الاسبوع ولا الله غالب. هذه هي الحياه هنا يعني في المانيا، الظروف يعني تحتم عليك هذاك الشيء. على بها يعني واحد باش يقعد نهار كامل هو في البيت والروتين هذاك تاع البيت اللي يقتلك. هي من المستحسن وحده يعني بيان سور اللي راهي هي حابه ومتفاهمه مع زوجها، باش دير هي حاجه يعني تفيد بها روحها وتفيد بها ولادها وتفيد بها المجتمع كما يقولوا. مليح تتوكل على ربي سبحانه. وهي ماشي سهله في الغربه، على بالي حبيت نشاطر معكم الوسمو تاعي التجربه تاعي كما يقولوا، ونقول لكم كيفاش انا بدات. انا كنت حابه ندير ستاج أنا في ألمانيا لمدة ستاج هو 3 سنوات. 3 سنوات ستاج والحمد لله يعني كما درتوش، لأنه ماشي سهلة الامرأة هنايا اللي عندها دراري، ماشي سهلة ليها ستاج. لأنه يبدأ يعني من الصباح سورتو حنايا اللي نخدمو الحلواجيات وقتاش يبدا الستاج تاعنا. كل حانوت يعني كل باتيسي كيفاش كان يبداو على 3 تاع الصباح، كان على 4 تاع الصباح. يعني اللي ما يبداش يعني كما نقولوا يبدا متوخر بزاف هو على 6 تاع الصباح، بصح كلهم يبداو قبل 6 صباحا. يعني قعدت نخير انايا حبيت واحد اللي يكون قريب. حاجه الاولى قريب من البيت، لازم تخيروا واحد يكون ديما مكان العمل تاعكم ما يكونش بعيد بزاف، يكون قريب من البيت تاعكم. سورتو اللي عندها دراري كيما انا نهضر دوكا كثرتها اللي عندها دراري باش تمتم تعاودي تولي لدارك وتخدمي شغلك وطيبي لولادك. وكما قلت لكم انا ما درتش 16 الحمد لله تاع 3 سنين. قلت لكم انا درت برك يعني عام اللي هو يعني ترجمه اللي وشدت في الجزائر. ترجمت هذاك الستاج تاعي اللي في الجزائر وكل شيء للالمانيه ودفعته. كما قلت لكم درت لكم واحد الفيديو كاع كيفاش درت الترجمة تاع السطاج تاعي، كيفاش عملت كيفاش كلشي. كاين فيديو في اليوتيوب شرحت فيه كلشي هذا. سما هما كي شافوا هكايا قالوا لي سما مش لازم ديري سطاج تاع 3 سنين، باسكو يقولوا لك سطاج تاع 3 سنين يعني حيدي لك بزاف الوقت من عندك. وانا الصراحه ما كاش عندي وقت. انا استغلت الوقت لانه كان عندي عام. هذاك العام اللي راجلي فيه ما كانش يخدم، شركة تاعهم يعني ديكلارات فايت كما نقولوا بالجزائرية، حبس عني العمل مدة سنة. وانا اغتنمت هذيك الفرصة لانه باش هو يقعد في البيت وانا نروح ندير ستاج تاعي. باسكو من المستحيل يعني نروح ندير نروح يعني ندير
البراكتيكوم تاعي البراكتيك. ولادي يعني ما نقدرش الصباح شكون عندي بنتي الصغيره الاخرين يقدروا يروحوا وحدهم للمسجد، بصح صغيره ما تقدرش تروح وحدها، صافي لازم واحد اللي يديها. وهاك ولا هاك يعني الزوج تاعي كان عنده هذاك العام يعني يقعدوا في الدار، عنده حق في عام يقعد فيه في الدار من بعد يحوس على الشغل. هذا هو القانون هنا في ألمانيا. كي تخرجي من العمل عندك حق تقعدي عام في الدار، من بعد هذيك تروحي تحوسي انتيا على عمل. سما اغتنمت انا هاد الفرصه، قلت في عود ندير 3 سنين يعني وصبح يعني هاك ولا هاك ما نقدرش ندير 3 سنين يعني بزاف صعيب كما قلت لكم عجل داري. درت هذاك العام الحمد لله. قبلوني بعد جهد جهيد باش يعني تقبلت في عند واحد قريب ليا للدار، قبلني هو ألماني يخدم الحلويات تاعهم الألمانية. أنا حبيت كثرتها مبازي على لاباتيسري فين تاع لي زالمون اللي هي الكيكات وقاعيتك الكيكات يعني العادية تاع كل يوم اللي نحطوها حنايا على القهوة وقاعيتك. هذيك هي اللي حبيت أنا نبازي عليها. ما كنتش قاع دايرة في راسي بلي هذا الكيك ديزاين وكيكات تاع الأعراس وكاع، أنا ما كنتش قاعيتك دايرت لها هذه قاعيتك حساب باسكو ما صراحة ما كانش عندي ميل بزاف ليها. كان عندي ميل انايا لاباتيسري فين والكيكات تاع كل يوم اللي ناكلهم كل يوم. هذوك هما اللي كانوا بزاف يعني تحب نتعلمهم. من بعد وجدت كاع الاوراق تاعي اللي طلبوها مني كلها، ومن بعد هذيك بديت في العمل. كان من 6 صباحا حتى 3 مساء، يعني كنت نوض على 5 تاع الصباح نوجد روحي ونروح. كنت الحمد لله كنت نمشي يعني على رجليا، ما كنتش نحكم البيس ولا قادر نحكم بيس واحد ماشي بزاف بعيد. كنت نروح على رجليا، على بالكم سقطوا في الايام تاع الشتاء يعني الظلمه كما يقولوا كاع حتى واحد فتاق. كنت يعني نروح ساعات يوصلني راجلي صباح قبل ما ينوض الدراري. كنت خطاها كيفاش يعني هذه هي. والبداية ما كانت سهلة كما قلت لكم، كانت صعيبة باش تخدمي انتي مع الألمان وانا يعني في وسطهم أجنبية وزيد بين قوسين متحجبة. ما كانت سهلة، كانت صعيبة من ناحية اللغة. باش نقول لكم يعني الحمد لله اللغة صافا يعني نتكلم اللغة نفهم، مانيش كما يقولوا 100% يعني ألمانية، بصح الحمد لله. ولكن راكم تعرفوا هذاك ساعات طيحي في واحد ولا زوج عندهم شويه داك المشكل تاع الأجانب وهذه. المهم كانت قد تكون بداية صعيبة سورتو مع الشيف تاعي اللي هو اللي يعلم لي لاباتيسري. كان هذه لا هذه ايه، وكانت يعني كما يقولوا حنايا واحد 3 شهور ويعني كنت ندير غلطات بس هو ماشي نفس لاباتيسري اللي حنا نديروها في الجزائر هما يديروها هنا في ألمانيا. حوايج بزاف مختلفين، مي بصح الحمد لله بشوية 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 حتى تعلمت. النصيحة اللي نبدها لكم تاني، واحد لازم يكون عنده الصبر، لازم يكون بنادم عنده الصبر باش يوصل. بلا صبر ما توصلوا حتى البلاصة. لازم يكون عندكم الصبر وإيمان بلي راكم حتلحقوا. وكما يقولوا جهد، لازم تبذلوا جهد يعني في حاجة باش تلقاو النتيجة من بعد. كما يكونش جهد مبذول ما راكم حتلقاو حتى النتيجة. يعني كان فيها تعب، كان فيها عيا. كنا نخدموا قلت لكم من الصباح حتى العشية وما كنتش نخلص، يعني ما كنتش حتى دورو نديه ليا، بس كنت نتعلم حتى دورو ما كنتش ندخلو في جيبي. وزيد يعني ترفدي ثقيل، تحطي سنيوات، ترفدي سنيوات فوق ظهرك، ديري ليك خام، طلعي ليك خام حتى 15 زيت تاع ليك خام. كانت فيها خدمة تاع جهد تاع الصح، يعني خدمة تاع جهد. يعني واحد اللي ما عندوش قلت لكم الحب لهذا العمل يعني ما يخدمش. انا الصراحة الشهر الاولاني تعبت بزاف، تعبت بزاف فيه يعني يعني كنت نشوف ونقول دوك نحبس دوك نحبس يعني. وزيد نقوي روحي وراجلي يقول لي لا لا معليش كملي. يعني باش نقول لكم بلي ماشي ساهل. سقطوا نصيحة تانية نقدمها دوزيام. الوحدة اللي تكون عندها دراري من المستحسن قبل ما تجيب دراري دير ستاج تاعها تتعلم خير قبل ما تجيب دراري. احسن باش ما تمرمديهمش معاك كما نقولوا، باش ما يتعبوش معاك. لانه
تروحي ديري هكا سطاج وتخلي ولادك. انا نجي عشيه عيانه على 3 تاع العشيه نزيد نروح نطيب، نزيد ننظف الدار، نزيد هذه يعني بزاف بزاف حوايج راهم حيتعبوك. النصيحه يعني هي ما ديريش حتى كي يكبروا دراري، هي ديري قبل ما تجيبي دراري. هذه هي النصيحه اللي يعني نقدمها سورتو هنايا في الغربه، يعني هضر على الغربه ماشي نهضر على الجزائر ولا على اي بلاد اللي فيها فاميلتك وعيلتك ويماك وباباك اللي حيعاونوك. هنا ما كان حتى واحد يعاونك، نتيا ديري كل شيء. هذه هي الغربه، لازم واحد يتعلم فيها. المهم كما قلت لكم يعني كانت بزاف صعيبة، والحمد لله يعني مع الاخر قاعدتك ديت الشهادة تاعي، والحمد لله يا ربي كملت المشوار تاعي. وان شاء الله يكون فيها فيديو ان شاء الله كيفاش حتى تعلمت الكيك ديزاين وكيفاش دخلت لهذا العالم ان شاء الله. هذا كلشي نديره لكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذه وكنت خفيفة عليكم. نتلاقاو باذن الله في فيديو واحد الاخر. ما تنسونيش ما تنسونيش بالتعليقات تاعكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.